قال لي شوفي، جوج كلمات غنقولهم ليك، بعدي من هذيك السوسه، راها مجرمه. قلت ليه تسكت، الولاد تيسمعوا. ما بغاش يسكت، قال لي خلينا هانيين، وخلينا هانيين، بعدي من ديك المسخوطه، راه غتخرج عليك، راه غترول لينا حياتنا. هي اش وصلها لدار القران هذيك المسخوطه؟ ما تتعرف لا ربي ولا عبدو. انا الصباح عندي 36 عام في عمري، عندي 4 ديال الخوت، انا الصغيره فيهم، كلهم مزوجين والدين وليداتهم. بقيت غير انا بوحدي في الدار. الوالدين ديالنا توفاو الله يرحمهم شحال هادي. ايوا كأي بنت، حتى انا باغا نتزوج ونبني اسره ديالي بحالي بحال البنات. 36 عام راه ماشي سهله. كنت غير بوحدي في الدار، واخا خوتي ما تيحيدوش من عندي، ولكني كيف ما تيقولوا ما تيدوم في القبر غير مولاه. كنت معمره وقتي بالقران الحمد لله، ما تنحيدش من دار القران، تنحفظ وتنتعلم الدروس. خوتي الله يجازيهم بخير كانوا مهالين فيا، ما خاصني حتى حاجه، الماكله، الكسوه، الماء والضوء، بحال الا تقولوا الوالدين ديالي باقن عايشين. كانوا تيعياو فيا نسكن معاهم، ولكني لا، بغيت تيقار مع خوتي وعيالاتهم اللي ما شفت منهم غير الخير. ايوا التقار حسن خوتي. واحد النهار جا عندي خويا وبقى تيمهد ليا في الكلام، والخلاصه ديال الكلام ديالو هو ان واحد السيد بغى يتزوج بيا، وهاد السيد فايت مزوج وعنده 3 ديال الاولاد، ما تفاهمش هو والمراه وتفارقوا. شنو السبب الله اعلم. انا في الاول تخوفت بزاف، راجل مطلق وعنده 3 د الاولاد يعني الربايب. ولكني ملي شفت خويا زعما مأيد الفكره وعجبو الحال ومشجعني، وافقت وقلت بسم الله نتوكل على الله. السيد لاباس عليه، ما خاصو حتى خير، عنده 47 عام في عمره ومتاقي الله، وهذا هو المهم عندي، نتوكل على الله. وداك الشيء اللي درت، لاقيت معاه وجلست معاه وتكلمت معاه، بان ليا راجل مزيان الحمد لله، داك الشيء اللي باغته انا. وفعلا تزوجنا وعشت معاه المده ديال عام بخير مرتاحه، ما عندي حتى مشكل. الوليدات بطبيعه الحال معايا. في الاول شرطها عليا، قال لي ولادي غيعيشوا معايا. دابا عايشين معانا 2 ديال الاولاد، والبنت باقا صغيره مع امها، ملي غتوصل واحد السن غادي نجيبها من عندها. الله اعلم اشنو كان بيناتهم، حيد ليها الاولاد في خطره، حتى سميتها ما تيبغيش يذكرها. وانا قبلت هاد الشرط، قلت له الدنيا هانيه، غنعاملهم بحال ولادي، الاولاد معايا والبنت مع امها. وهذه هي النقطه اللي زعزعت ليا حياتي. السيده طليقه ديال راجلي تدير لينا تبرزيط، كل ساعه تتصوني ليه، بنتك مريضه، بنتك طاحت، بنتك خاصها، بنتك. ولكن هو كان تيتعامل مع بنته فقط، اما هي ما تيجبدهاش على لسانه، ما كانت تتعني له حتى حاجه. ولكن هي ولا تيعني ليها كل شيء. ملي شافته تزوج واستقر في حياته ومرتاح مع مراته الجديده اللي هي انا، عاد حلا ليها وعاد ولا تيعجبها. وهي كانت حاطه عندنا العينين والودنين اللي تيديو ليها الخبار. ولادها اللي وقعات عندنا تيقولوها ليها، بالحق هما كانوا ظريفين ودراوش، ولكن هي اللي كانت تتبحثهم حتى تجيب من عندهم الخبار. في حق الله ولادها كانوا ظريفين ومؤدبين، ولكن ملي تيمشيو عندها تيرجعوا معمرين وحاقدين عليا وعلى باهم. ايوا سير خاصك واحد الشهر باش يتريقلو، وما تيجيو فين يتريقلو حتى تيمشيو عندها مره اخرى. المهم كنا لاعبين معاها كاش وصافي. داك الوقت كنت انقطعت على دار القرآن لانني سكنت بعيده، وانتم عارفين الزواج والمسؤوليه اللي ترمات عليا من النهار الاول ديال ولاد راجلي. ما بقيتش نحك حتى راسي. ولكني دابا ملي استقريت وقلبت على دار القرآن قريبه ليا دخلت ليها. وانا بيني وبينكم ما نقدرش نعيش بلا دار القرآن. هاد العام دوزتو غير بزز، ولكني دابا غنبدا وغنضابط وغنقضي شغلي بكري باش نمشي نحفظ القرآن. كنت تنوض بكري تنقضي شغلي وتنقاد داري ونقابل الوليدات، وفي العشيه تنمشي لدار القرآن. وتماك غنتلاقى فاطمه الزهراء، عندها 38 عام في عمرها،
تقربات مني بواحد الطريقة غير مفهومة. أنا براسي تنتعجب كيفاش تصاحبت معاها. هي في صراحة الله كانت ظريفة ومحتاجة اللي يشد بيديها باش تبدا في الصلاة وفي حفظ القرآن، لأنها كانت قاع ما مسوقة لا الصلاة ولا القرآن ولا العبادة، ودابا بغات تلتزم. وأنا يا خوتي تنموت على بحال هاد البنات اللي تيبغيو يدخلوا الطريق. وعفى الله عما سلف، وكلنا بشر وكلنا تنغلطوا. شديت بيديها ودرتها صاحبتي بحكم أنني كنت حافظة جزء كبير من القرآن، وكنت تنعاون المعلمة ديال دار القرآن. علاقتي بها كانت حدها حد دار القرآن، ما تنفوتش الحدود معاها. وحتى هي عمرها ما قالت لي نجي عندك أو لا أجي عندي، يعني عندنا حدود وملتزمين بها. الحاجة الوحيدة اللي كنت نعرف عليها هي أنها بقى بلا زواج وساكنة مع خوها ومراته ومدوزين عليها القهرة. كانت تتبقى فيا بزاف. كنت تنقول ليها ربي كبير، أنا حتى درت 36 عام وعاد تزوجت راجل بولادو، وسبحان الله دايرهم بحال ولادي. كنت تنعاود ليها ديما هاد الحكاية هادي باش نهون عليها وتعرف بأن كاين الامل وربي كبير وعمره ما تيضيع العباد ديالو. ملي تنقول ليها هاد الكلام تتبقى تبكي 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 حتى تتولي كلها دموع. انا في الاول صراحه سحبت لي غير تتاثر وباغا تزوج، ولاني اجي وتصنتوا معايا اش غيطلع من تحت راس هاد فاطمه الزهراء. ما تمشيو فين وديروا ليا واحد اللايك. يلا خليونا نكملوا القصه ديالنا. وبقات معانا فاطمه الزهراء في ديك دار القرآن، مرة تجي ومرة ما تجيش، مرة تتحفظ ومرة ما تتحفظش، مرة تنحس بيها تتكرهني ومرة تنحس بيها تتبغيني وتتعامل معايا زوين، وبحالي لا تتشكرني على شي حاجة أنا براسي ما عارفاهاش. كنت تنظن أنني واقفة معاها ديك الوقفة في دار القرآن وهاد الشي علاش تتشكرني. ايوا كيف ما قلت لكم فاطمه الزهراء كانت تجي غير مرة بحال الا كانت تجي على شي حاجة معينة وصافي. ولكن سبحان الله العظيم القرآن اللي دارته غير سبب باش توصل للهدف ديالها قدر يسيطر على قلبها وعلى كيانها ويطفي الحقد اللي في قلبها من جهتي ويتقلب الحب وسلام. أكيد بغيتو تعرفوا شكون هي فاطمة الزهراء. اختارت هذا الاسم باش تهشرنا. الأخت هي طليقة راجلي وأم أولادو، وملي عرفتني تنمشي لدار القرآن بطبيعة الحال ولادها هما اللي عطاوها التقرير، واخا باقن صغار تجبد منهم المعلومة بالزز. عرفت فين كاينة دار القرآن والتوقيت اللي تنمشي فيه، وهي خطات باش تخرب لي حياتي حيت عرفتني عايشة في استقرار الحمد لله. أصلا راجلي كان راجل متزن ومزيان، المشكل ماشي منه راه منها هي. على ما عاود ليا كانت خفيفة وراسها قاصح وتدير اللي بغات وما تتعبروش وعيا ما يصبر. أما البنية كانت باقة صغيرة عندها 4 شهور بقات معاها. وليني أنا بيني وبينكم عرفت بأن كاينة شي حاجة كتار من هاد الشي، لأن ملي تتجبد سميتها في الدار السيد تينفاعل ما تيبغيش يسمع السمية ديالها، كون يصيب ولادها ما يعرفوهاش بالمرة. كاينة شي حاجة من العيار الثقيل. وعاود ليا بأنها كانت تجري ليه على مو ولو تجي عندها غير ساعة تتنوض معها الصداع. المهم العيشة معها حرامت، ولاني كل شي هادشي اللي قال ما تخلياش في مخي، لأنكم لو تشوفوا الحالة ديالو ملي تيجبدولو السمية ديالها غتعرفوا بأن السيدة دايرة شي حاجة خطيرة وخطيرة بزاف. ايوا نرجعوا لالا فاطمة الزهراء. السيدة كانت داخلة لدار القرآن وناوية على خزيت، وليني واش اللي جالس في بيت الله وبين يدو القرآن وداير الله في كتافه وفي قلبه غيقد عليه شي واحد؟ أبدا. وسبحان الله انقلب السحر على الساحر. خدنا في الله دخل ليها القرآن وكلام الله مع عظامها وحسات بالذنب وحسات أنها دايراها مع الله ماشي مع العبد. واش كاين شي واحد غيتلاعب بكلام الله ويسلك منها؟ أكيد لا. وخير دليل مليكة، مليكة اللي سمات راسها فاطمة الزهراء بقات حتى طابت على خاطرها
وجات عندي على خاطرها وقرات على خاطرها. انا ما نكذبش عليكم، تخلعت وخفت وما عرفت راسي باش تبليت. انتي ناويه نيه وانسان واحد اخر مصاحب معاك وتيهضر معاك ويتكلم معاك ويجلس معاك، ناوي هاد النيه كامله، صعيب الحال. والمده ديال 2.5 والسيده ناصبه عليا، كون ما كانش الله خلاها تفضح راسها براسها. المهم بكات وغوتات وتحيرات وما خلات ما دارت وطلبت مني السماحه. وهنا غادي تسولوني، وصدقت دموعها ولا حسيت بدموعها ديال التماسيح؟ لا لا لا، صدقتهم وصدقتهم بالمعقول. واخا في الاول لمتها على هاد العمله اللي دارت معايا، ولا اني ملي اعترفت ليا وقالت لي الحقيقه، قالت لي كانت ناويه تأذيني. قالت لي شوفي يا اختي، انا في الاول كنت ناويه نأذيك، ناويه نرول ليك حياتك، ناويه نتلفك، ناويه نبعدك على راجلي ونرجع ليه انا. وليني سبحان الله اللي شدني وغيرني من الداخل. صافي اخوتي، ملي اعترفت حسيت بانها صادقه معايا. انا عمرني ما شفتها ولا شفت الصوره ديالها. راجلي ما مخليش الريحه ديالها في الدار، وحتى ولادها باقن صغار، ما عندهم لا بورطابلات، ما عندهم حتى حاجه كيفاش غيجيبوا الصوره ديالها. تيمشيو يطلعوا عليها ويجلسوا معاها ويهضروا معاها وتيجيبهم باهم. وحتى ولادها سبحان الله ما تيشبهوش ليها، تيشبهوا الراجلي صحراوي. هي بيضاء وزعراء وزوينه غزاله تتحمق بالزين. وليني الزين ماشي هو كل شيء. جيت عند راجلي وعاودت ليه، ماشي سعما الخطه اللي كانت دايره ليا، وليني قلت ليه بان مراته الاولى معايا في دار القران، حتى هي تتحفظ وملتزمه وسعما تنهضر معاها عادي. ديك الساعه منعني من دار القران بواحد الطريقه ما تتصورش على البال. قال لي شوفي، 2 كلمات غنقولهم ليك، بعدي من هذيك السوسه، راها مجرمه. قلت ليه تسكت، الولاد تيسمعوا. ما بغاش يسكت، قال لي خلينا هانيين وخلينا هانيين، بعدي من ديك المسخوطه، راه غتخرج عليك، راه غترول لينا حياتنا. هي اش وصلها لدار القران هذيك المسخوطه؟ ما تتعرف لا ربي ولا عبدو. وديك الساعه خوتي عرفت بانه حصلها مع شي واحد، لانه جاتو واحد الهيستيريا بقى غي داوي داوي داوي. حدني خرجت الدراري، ما بغيتهمش يسمعوا دوك المشاكل ويعرفوا امهم اشنو كانت تدير. صراحه بقاو فيا، وليني راجلي معذور لانه دخل في واحد الهيستيريا خايبه. ملي خرجت الدراري يلعبوا عاد جلست انا وياه وفهمني. هي قال لي بانها نكرات انها خانته، وليني هو ما بقاش باغي يعيش معاها حتى دقيقه وطلقها. الشك ولا معشش ليه في راسو. المهم من بعد ما بقيتش تندور بيها، ما بقيتش تنمشي لدار القران. دازت 2 عام تقريبا على هاد الواقعه. ما جابش الله الوليدات، مهليه في ولاد راجلي ودايراهم بحال وليداتي، الله بوحدو اللي تيعلم. وقت ما تيمشيو عند امهم تتصيفط ليا معاهم السلام وتتشكرني على هاد الشيء اللي دايره مع ولادها. وحتى انا تنقول لهم سلموا عليها. حتى النهار اللي اتصل بها راجلي وقال ليها البنت خاصها تجي تعيش مع خوتها، حيت 2 عام ديال الرضاعه فاتت، هو اللي كانت عنده الحضانه، حيت المشكل اللي طرا ليهم الحضانه خداها هو. ايوا واش نقول لكم، ما قلت حتى كلمه، قلت مرحبا والف مرحبا. ربما ربي عوضني في هاد الوليدات، كنت ليهم صالحه وما غاديش نفضل راسي على امهم، لانها ما شاء الله باقه مواظبه على حفظ القران وعلى الالتزام. وتغيرات تماما. تجيني الخبار دوك اللي كانوا تيحفظوا معايا القران تنتلاقاهم مره وتنسول على البنات اللي كانوا معانا كاملين، هي من بين البنات اللي باقن مواظبين على حفظ القران ما شاء الله، كل شيء تيشكرها. راجلي ما كانش تيعرفها كيفاش ولات وما بغاش يعرف، صافي ولا موسوس، ولا تيقلب غير يبعد من ديك المدينه. وفعلا قرر باش نرحلو ورحلنا لمدينه اخرى. شوفوا سعمه باش ما يخرجش على حياته وعلى ولادو، بدل كل شيء، الخدمه الدار كل شيء، باش ما يشوفش وجهها، باش ما يتلاقاش بيها وباش ما نتلاقاش بها انا. وملي تتبغي تشوف ولادها تيديهم ليها لعند والديها،
تماك فين تتشوفهم وتتجلس معاهم وتيردهم. ايوا ديك الساعه ملي رحلنا واستقرينا قلبت على دار القران ووليت تنمشي. الحمد لله انا كما قلت لكم راني مواظبه على حفظ القران وتنبغي نمشي نحفظو على يد معلمه اللي تتكون عارفه القواعد. كنت معمره وقتي بالقران ومعمره قلبي بدوك الوليدات دايرهم بحال وليداتي وكتر، حتى للنهار اللي غيجي راجلي عيان ماشي هو هذاك. غنقول له مالك؟ غيقول لي ما عرفت نحس براسي كلي مدقدق. من بعد زاد عليه الحال وديته للطبيب. ملي دار التحاليل والسكانير لقينا عنده الكونسير ديال المصران. صافي ديك الساعه تلقينا الخبر بحال شي صاعقه. بدا العلاج مور العمليه مباشره، حيدوا ليه واحد الطرف من المصران وشي حوايج اخرين كانوا شاكين فيهم. ديك الساعه راجلي حالته تدهورات، وسبحان الله العظيم بين عشية وضحاها الراجل طاح في الفراش. هزيتي راجل وحطيتي راجل. انا ديك الساعه وحلت بين الدراري والدار والزنقه، والراجل خصو شكون اللي يكون بيه. خاصني نوقفو ونديه للطواليت نديه للطبيب. ما غتخيلوش الراجل طاح طيحه وحده. ايوا غير سمعت مراته الاولى الخبار جات تجري، واخا في الاول ما بغى يستقبلها ما بغى يشوفها، ولكن هي لصقات باست له رجليه باست له راسو ما خلات ما دارت معاه. قالت له خليني غير نوقف معاك ولو لحظه ما شت منك غير الخير، لا انت لا هاد السيده. وحلفت له في القرآن أنها عمرها ما خانته، هي تابت لله وطالبة منه السماح. ايوا واش غنقول لكم، هو مسكين الجهد ما بقاش فيه باش غيوقف ولا يجري عليها ولا يهضر معاها ولا يقول لها شي حاجه، بقى غير ساكت. وهي تتحلف وتعطي لقلبها انها عمرها ما خانته، راه غير الشك ديالو اللي وصلوا لهذا الشيء. ايوا نقول سامحها الله اعلم، بقى غير ساكت ولا اني ما جراش عليها وخلاها معايا. عاوناتني في صراحه الله، هي كانت مكلفه بولادها وبالزنقه وباي حاجه ديال برا، وانا واقفه معاه وقفه ديال الصح. تنوقفو نديه للطواليط ونديه للطبيب ونغسل ليه، وراكم عارفين حالة اللي تيطيح في الفراش. ولا اني بغاه الله ما طولش مسكين. اش غنقول لكم، ما وصانا على حتى حاجه، وصاني على مليكه بوحدها طليقه ديالو. قال لي ردي بالك معاها، ردي بالك مع هاد السيده هادي، ردي بالك معاها. قلت له انا كيفاش غنرد بالي معاها؟ مالها راه مزيانه. قال لي لا ردي بالك ليها، ردي بالك ليها. هادشي اللي قال لي وتوفى مسكين. ومن ديك الساعه من داك الوقت وهي عايشه معايا ضرتي فاطمه الزهراء. ومن داك الوقت وهي عايشه معايا ضرتي مرات راجلي الاولى فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء حيت هي تتفضل يعيطوا ليها الناس فاطمه الزهراء، واخا سميتها مليكه. هي ما عندها حتى واحد، الاسره ديالها سبحان الله العظيم ما عندهمش واحد الالتئام بيناتهم، كل واحد تيدبر راسو. وهي كانت عايشه بوحدها، ها هي هنا ها هي هنا. هو مسكين الله يرحمه كان عارفها انها غتتشرد، وداك الشيء علاش وصاني. وحتى انا بنت الناس الحمد لله وتنعرف بيني وبين الله. هي غتجلس مع وليداتها، وحتى انا هذيك راه داري، ودوك الوليدات بحال وليداتي، ما عطانيش الله الوليدات هما درتهم وليداتي، وغنجلسوا ملمومين ما خاصنا حتى خير الحمد لله. ملي بيناتنا القرآن وكلام الله راه ما غتقيسنا حتى حاجه، وما غيكون بيناتنا حتى صداع. بقينا مع بعضياتنا تنتعاونوا على دوك الوليدات حتى كبروا. هي تبارك الله قربات تختم القرآن. في الصباح تنعلموا البنات الطرز الرباطي حيت هي كانت فنانه في الطرز، وقلت لها هاد الصنيعه ما تضيعيهاش نسترزقوا منها الله، حيت حتى انا كنت تندير الراندا والدرس وكاع داكشي اللي تيدار بالحرير. دوك البنات ديال دار القرآن تقريبا كلهم تيجيو يتعلموا عندنا الحمد لله، تلقاو فينا غير المعقول والاجتهاد. كان عندنا واحد البيت في الجردة درنا فيه الماكينات، وتماك فين تيدخلوا العيالات وتيتعلموا الحمد لله. ارجع علينا الفضل بفضل هاد الصنيعه اللي كانت تتعرف هي واللي كنت نعرف انا. وفي العشيه تنمشيو لدار القرآن تنحفظوا وتنعاونوا العيالات باش يحفظوا. زوجنا وليداتنا وانا وهي باقين حاطين الراس على الراس الحمد لله. انا واختي فاطمه معروفين في المدينه ديالنا، المدينه صغيره
والناس فيها معروفين، غير تسولوا على المرأة اللي تدير هي وضرتها الراندا والطرز الرباطي، وفي العشية تيعلموا البنات في دار القرآن، غيوصلوكم حتى للدار. كاين اللي تيقول خواتات وكاين اللي تيقول درايرات، ولكني حفاظا على الخصوصية ديالنا ما بغيناش نذكروا السمية ديال المدينة. وهنايا البنات غنبغي نقول لكم غير ديروا يقينكم في الله وتسلحوا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما تخافوا من تا حاجة. وتخيلوا معايا يا البنات السيدة اللي جاية تدمرني وتدمر لي حياتي بقدرة الواحد القهار، كانت هي السند ديالي بعد الموت ديال راجلي. في نظركم شكون يقدر يبدل الحقد والغل الحب وسلام من غير الله؟ اللي يعرف يا البنات يعرف الله. هذه هي قصتي وهذه هي حكايتي. شكرا على الاستماع ديالكم، تسناونا في قصص جديدة وبسلام عليكم.